أتشرف في تواجد أختي المتطوعة خلود الظفيري، تواجدها اليوم الثالث لتوزيع فئة الأيتام. راح تكلمكم شنو تم من الإجراءات وشنو شعورها اليوم وخصوصا فئة الأيتام. طبعا أنا مستانسة عشاني متبرعة وللأيتام، وهذا يصيبنا أجر دائما نكون إحنا في المقدمات ويا عيال الديرة. معنا اختنا ام عبد الله المهيني، احدى المتطوعات اللي ما قصرت، لبت نداء الاستاذ وليد بوغربي لتوزيع فئة الايتام، وراح اخلي المايك معاها عشان تقول لكم الفرحه اللي عمت على قلوب الجميع المتطوعين. فرحه الايتام اكيد غير. كل الشكر للاسواق بندا والاخ ابو وليد. واحنا نساعد اي احد محتاجنا، احنا في خدمه اي انسان، بس اليوم فرحتنا يعني صار 3 ايام فرحتنا مساعدنا ما شاء الله تبارك الرحمن. فرحه الايتام هذه فرحتنا ما شاء الله. يعني استقبلنا اعداد كبيره من الاسر اللي فيها ايتام، ودققنا وسوينا البيانات كلها، والحمد لله تم توزيع الشنط المدرسيه عليهم، والحمد لله الكل كان راضي وسعيد يعني بهذه الهدايا. وان شاء الله يعني اكثر واكثر ان شاء الله بكل الافرع ان شاء الله راح يتم العمل نفس الشيء.